بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بتاريخ 13 شهر 10 2025 من المحور الغربي للفاشر طريق قرني حل شيخ، قوات الدعم السريع تستقبل الفارين من منطقة الاشتباك بالفاشر وتقدم لهم المعينات. والحمد لله اليوم الشباب دول مارقين بكمية كويسة وقرابة 100 أسرة من الصباح أجليناها من منطقة الاشتباك، ونقدم لهم العون ونقدم لهم الأكل والشراب والدواء وأي حاجة محتاجينها، ونذلل لهم العقبات، وإن شاء الله نسمع إفادة أحد الشباب الطالعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمك منو؟ محمد عبد الله سليمان. عظيم. اناشد اخواني في الفاشر كمواطنين انه هم ما عندهم علاقه بانه تجوي نفسك ولا تجوي اسرتك ولا تجوي اهلك. تمرق والله الشارع امن انه تجي. وهنا قبل كده برضه دخل الناس بيقول لنا اطلع والناس هي على حسب الناس، في ناس ظروف وكده. بس انا الليله عشان اطلع انه ده هو قاعد لحد ما زول ده جاري وكده يتأوق الا بيت تلفوني عشان اسوقه وامرق به، لانه زول جاري من زمان كان نبيله الملاحظه وساكنين سويا، لانه كان شغالين في السوق والسوق وقفت وما عندنا اي حاجه تاني. بس ده هو الليله لحد ما انه ده هو حصل بعد ذاك راسنا فتح انه ده هو جينا. واجهت أي مشاكل في الطريق؟ ما واجهت اي مشكله الحمد لله. أنا بطمن الشباب كلهم، أي زول جوا الفاشر خليه يمرق، ما في أي عوجة بتجيك، والمرضان بيتعالج إن شاء الله. وحكومة تأسيس لكل الناس، لكل الناس، أي زول جاي حكومة تأسيس ده إن شاء الله ما بتجي عوجة، الأمور بتكون طيبة وتعيش حياتك زي ما داير، والأمور ماشية تمام. وأهلنا في الفاشر أمرقوا الحر ده، انتوا ما عندكم فوق ناقة ولا جمل، أمرقوا زي ما ناس كنتين مرقوا. افضل انتوا تمرقوا وتتخارجوا وتخلوا بعد الفرقه دي ان شاء الله نحررها من المجرمين ديل، وبعد ذاك شنو ترجعوا ان شاء الله بيوتكم وترجعوا لمكاناتكم وترجعوا لدكاكينكم، والامور بتمشي. والكلام ده قال السيد القائد محمد حمدان دقلو، قال الكلام ده، ونحن ان شاء الله ما علينا الا التنفيذ. الله يديكم الصحه والعافيه وربنا يعينكم. ونحن الكلام ده الخدمات دي ما بنسويها لانه انتم مننا وفينا وناس اهلنا، ونحن بنقول لقناة الحدث والله يا وينك انت يا لينا يعقوب مديرة الحدث، وينك انت يا احمد طه الابرص، وينك انت يا بيبو براس نقول درة فرس، ما قدمت المواطن كوباية ولا قدمت المواطن باقة مويه ولا كوباية عدس؟ وينك انت يا جماعة؟ كلكم تميتوا لمجموعة بس، ونحن والله قادرين نحسم المواضيع دي كلها، وغريبا ان شاء الله نبشر الاشاوس الامور ماشيه تمام، ونبشر السيد القائد انه المواطنين في امن وامان وفي الحفظ والصون، نوصلهم لمواقعهم زي ما انت قلت. ونحيي عبركم السيد الهادي ادريس، دكتور هادي ادريس حاكم اقليم دارفور، ونقول له ابشر وراك رجال والله، نقدم لك اي خدمه محتاج المواطن محتاج لها نحن بنقدمها له ان شاء الله. ابشروا بالخير، واهلنا انتم تصلوا بالسلامه ان شاء الله، والله يلمينا في سمها يا جماعه. الله يديكم الصحه والعافيه، بارك الله فيكم. اها حجه الله الله يرحمه، الله يرحمه، الله يديكم العافيه ان شاء الله. تصل ان شاء الله على حسابي يا حجه، ان شاء الله امورك كلها بتمشي على حسابي ان شاء الله. تسلموا كثير.